فوز المنتخب المغربي على منتخبنا الجزائري لأقل من 17 سنة في دورة شمال إفريقيا بصراحة فضيحة للكرة الجزائرية بعد هذه المهزلة أمام المغاربة والخسارة أمامهم، والكرة المغربية بعيدة جدا علينا. المغرب عندها مدرسه وعندها طريقه عمل. المدربين تاع المغرب راهم يخرجوا خارج المغرب ويتدربوا في احسن فرق. سي ان انفستيسمون من عند، ممكن هذه خطه وهذه برنامج استراتيجيه عمل. عندهم كابتن، عندهم لي بون اجون. مازال بعد بزاف ميدو، والله العظيم مازال بدون ذكر الاسماء، مازال بعد بزاف يحطوا رجليهم في الارض ويعملوا ويطوروا انفسهم اكثر باش يروحوا بعيد اذا بغاو يروحوا بعيد. اما الان انا نقول لهم ميدو مازالهم بعاد بزاف، قلت لك بدون ذكر الاسماء حتى لا يتم تشخيص هذا الحوار. حنا نتكلموا لصالح كره القدم الجزائريه. واللي يزرع الريح ما يحصد غير غبارو. هذا العنوان اللي نمدوا فيه. هذا لكم احسن فرق راهم متواجدين، زياده على المنتخب تاع المغرب كان نشاطروا، كان في المستوى. والجزائر معليش على كل حال الجزائر نرجعوا للنقاش القديم. معليش شفنا المغرب مباراه في القمه من الجانب الفني، في القمه من الجانب البدني، في القمه خاصه من الجانب التكتيكي. يعني ذكاء كبير عند المدرب تاع المغرب. لعب مباراه ولا واحد كان مدرب مغربي. فيدراسيون يعني فيدراسيون كي طراباي، يعني فيدراسيون اللي ترقد ما تخدمش. وانت هما يخدموا يقولوا نخدموا، ماشي غير هاتيه. هذا عنده 6 شهور العام مش عارف، عنده من شويه تقريبا رانا 9 شهور 9 شهور ما شفنا والو على كل حال. ويا رايحه قال لك في الشعبي يقول لك اللي يخدم ينال، فهمت؟ احنا ما راناش نخدموا، ما راناش ننالوا، بتاتر منا لقدام. انا ليا لازم يكون تغيير جذري، هكذا يقولوا جذري. نعم تغيير جذري راديكال، لوم كيل فو لا بلاص كيل فو. ماشي يتحط واحد اكس باسكو هذاك اللي يتحط لتماتيك باسكو يسار اكس ويسار ايكغ ولا لا. يفو ماتر لي كومبيتونس لي زوم، كومبيتونس اي اوم، باسكو لوم كي تجي تقول له اسمع دير هادي ولا دير هادي، يقول لك ستوب حبس انت زاليش في خدمتي، انا حاسبني فان سيزون ولا. يا يو ان ديبا على ان جوار يلعب في فرنسا صرا عليه الحس، راح نوصلوا لها. انا حبيت وانا سقسيتك قلت لك هذاك اللي صرا عليه الحس وين راه يلعب، قلت لي ما تكونفوكاش كاع. انا في وضعيه اللي يحسد عليها باسكو بون خساره متوقعه في كره القدم. بصح جو ماتوندي با اتر دوميني بار بهذا النيفو. قلنا راهو مشكل من لاعبين برازيل وكذا، ولكن هذه ماهيش حجه. الاستقاله ديالو استقاله عادي بالنسبه لي، ما كاش نتائج نورمال. واش استنى؟ سي با زي ليفينمون. تقول لي اليوم شكون اللاعب؟ نقول لك المجموعه كلها، لان لما تشوف المنتخب تاعنا يلعب فوضى منظمه فوق ارضيه الميدان، فوضى منظمه. لما تشوف الخصم الاماراتي تشوف لاعبين واقفين 4-2، خاصه بعد واش شفناها كاع خروج الكحل، ولا كما قال امين قبيلات 5-5. يعني بوسط الميدان ما كاش، كانت فوضى منظمه. نقول هذا درس يعني المفروض هذا الفريق هذا المنتخب با هو بوابه للمنتخب الاليف، ولكن باللاعبين اللي السن تاعهم يتجاوز 30 و34 سنه ما تستنى منه. دقت هما يتفرجوا في الاولى قنوات زيكون ملي بدات البطوله خرجتوا بيانات وقلتوا احنا ما نقولوش المغرب. هيا دقت ولا ما دقت نهار تفرجتوا فيهم دقت الحمد لله. يعني الناس انا نبارك الامارات بالفوز ديالها، الف مبروك على الامارات الفوز ديالها وتستاهلوا. مبروك على الشعب الاماراتي. بصح واش المنتخب ديالنا يستاهل يربح؟ ما يستاهلش. لعابه ابراهيمي بوحدو يتقاتل مع كل شيء راه بزاف عليه. ابراهيمي بوحدو هذاك بولبينا ما قدرش لينا ولد صغير، بصح نتوما ضخمتوا هذا المنتخب وكذا. من شوف ما كان اتحاديه لا لعابه لا خلاف لا والو، من الاخر كان والو. المهم هذه من جهه. حفيظ الدراجي كتب واحد التدوينه هنا، شوف حفيظ الدراجي كتبها اليوم، كتب واحد التدوينه وقال لك غادي الا دينا الكاس نسميوه كاس الجزائر. زعما هو حفيظ الدراجي هلاك، بصح حفيظ الدراجي والله القسم الى راك داير غير تبهدايه. هما بهدلوك حفيظ الدراجي، خوي سيكتور من حفيظ الدراجي. قناه الهداف بوحنيكه وهذوك اللي فما اللي مشيتو جبرتوا هذوك البلاطو، هذاك البلاطويات كراتويت في قطر حاطهم لكم. عرفت قشك وجيب معاك بن شيخ، واخا بن شيخ يستاهل مازال خاصو يقعد بن شيخ ناس ملاح.
بصح جيب هذوك اللي معاك تما وروح تروح بوحنيك، روح انت في الطياره مع المنتخب. قناه البلاد جمعوا صوالحكم، ماتريالكم، لي باف ديالكم والطياره. اي خويا سكتوا تما، وجيب معاك هذاك الدرابكي، انت هذاك الدرابكي جيبوه. خويا سكتوا تما، لانه ما نقدروش، ما عندناش منتخب. ياك لما الامارات قلتوا ما نقدروش ندخلوها، وامارات ودايره ومنا ودخلوا وهذاك وديروا في البروباغندا الخاويه ومنا هنايا دقتنا ما عندناش لعب، ما عندناش منتخب، ما عندناش اتحاديه. الاتحاديه ما كان. فشل الاتحاديه، فشل ذريع. تنهزم امام الامارات. اللي المساحه ديال الامارات صغيره، يعني الامارات صغيره، ولكن تنهزم. احنا قاره نهزموا مع الامارات. يعني هو فهمها انت كي بغيت، يلا فهمها انت كي بغيت. قاره نهزموا مع الامارات. ما عندناش مواهب في الجزائر، ما عندناش لعابه في الجزائر، البطوله ديالنا ما كانش والو. هي اليوم الامارات تستاهل ربحت كره، لعبت كره، يستاهل الشعب الاماراتي، الناس مساكين الدراويش يستاهلوا لعبوا الكره، ربحوا الكره صافي من الاخر. جرجروك داوك البيلانتيات، جاوهم محاولات ابيلانتي. اللي عنده شي قش تما، شي ليباف، اجمعوا هما القنوات زيكو. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. وكما شفتوا الاخوان ديالي في هذا الفيديو، الغضب ديال الاعلام الجزائري من بعد الخساره امام المنتخب المغربي اقل من 17 سنه، نتيجه قاسيه 3-0 اللي ما كان سهل عليهم صراحه. المنتخب المغربي ادى اداء بطولي، اداء رائع ولا اروع، وقدر يفوز بالمقابله اداء ونتيجه في دوري شمال افريقيا المؤهل الى كاس افريقيا. والاشاره الاخوان غادي يدوزوا 3 ديال الفرق الاولين من هاد التصفيات هذه، وهكذا المنتخب المغربي تيكون على راس المجموعه ب6 ديال النقاط من بعد ما فاز في المقابله الاولى على المنتخب التونسي ب2-0، والمقابله الثانيه فاز على المنتخب الجزائري ب3-0، وهكذا ب6 ديال النقاط تيتصدر. تيجي من موراه المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، فرق النقاط المنتخب الجزائري تيجي في الرتبه الثانيه، حيث في المقابله الاولى ديالو فاز على منتخب ليبيا ب5-1، والمنتخب المصري فاز قبل من المقابله ديال المغرب على المنتخب التونسي ب1-0، وهكذا المنتخب الليبي والمنتخب التونسي تيبقاو ب0 نقطه. للاشاره ان المنتخب التونسي في المقابله اللي لعبها امام المنتخب المصري فراه ضيع الفوز، او على الاقل كان ممكن يتعادل في المباراه، خصوصا في الشوط الثاني اللي ضيع كرات كثيره وكان ممكن يخرج رابح في هذه المقابله هذه. اخوان ديالي هادشي اللي كان عندنا اليوم في هذا الفيديو، للاشاره ان كل جوله تيكون فريق فرحه. الجوله الجايه المغرب غادي يلعب مع مصر، والجوله اللي موراها المغرب غادي يكون فرحه، وفي الجوله الاخيره يوم الاحد اللي من مور هذا اللي جاي غادي يكون المباراه النهائيه للمنتخب المغربي امام المنتخب المنظم هو ليبيا. هادشي اللي كان عندنا اليوم، التوفيق للمنتخب المغربي، وهادشي اللي كان. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، تهلاو في راسكم، الى الملتقى باذن الله.